ممكن تكوني عندك جسم رياضي، لكن هل عندك العقلية اللي تكوني بيها مدربة ناجحة؟ ازاي ابدأ مشواري كمدربة لياقة بدنية واحقق النجاح فيه؟ عايزة اخد رأي حضرتك في كده. طيب زي ما انا قلت لك من شويه، هو الدراسه ده شيء مهم جدا. بس في البدايه ما ينفعش ان انا اكون مدربه وانا اصلا اوريدي ما عنديش لياقه بدنيه انا شخصيا. وده اللي بشوفه للاسف برضو في بعض المدربين، هي ما بتتمرنش، هي بتشتغلش على نفسها اصلا. وهي عارفه التمارين، ممكن تكون بتمرن كويس، ولكن هي مش قدوه ليكون انها تبقى مدربه. فانا بخش الجيم ببقى عايزه اشوف انا في نفسي في حد الموديل بتاعي، مش شرط الرفع او الموديل، يعني عايزه اشوف نفسي في حد. يعني مثلا هي عامله فورمه كويسه وشكل جسمها، الشيب بتاع جسمها مظبوط، فهي عامله كده مع نفسها، فاكيد هي تعمل ده معايا، هتفيدني. دي اول حاجه، ان انا اشتغل على نفسي. ما ينفعش يكون مدرب ابدا ابدا ابدا، وللاسف دي موجوده وبكثره، انها ما بتتمرنش اصلا. هي مذاكره ودارسه لكن ما بتتمرنش. يعني بتطبق على الناس بس مش على نفسها. وقبل ما يا بصي مهم قوي اعرف التمرين ده بيشتغل ازاي، والعضله احس بيها وانا بتمرن، عشان ابقى عارفه اشرح للعميل انت هتعمل ايه بالظبط وهتحس بايه بالظبط. يعني انا وانا واقفه مثلا مع العميل بقول لها انت حاسه بوجع في الحته الفلانيه، تقول لي مظبوط، اقول لها على ان انا عارفاه، انا عاملاه، انا مجرباه على نفسي لان انا بتمرن. فدي اول حاجه، لازم المدربه تكون بتتمرن. اساسيات بديهيات الكلام، يعني ما ينفعش اجي النهارده كده حد ما دخلش كليه طب واخليه عليك حد. فانت لازم تكوني مش بقول لك طباخ السم، فانت لازم تكوني مجربه الشيء اللي انت بتعمليه ده. دي حاجه. النقطه الثانيه طبعا لا جدال عليها، الدراسه. يعني انا دلوقتي محتاجه اكون عندي علم عشان اقدر اديه للناس. المجال الرياضي فيه تخصصات كتير جدا زي التشريح والتغذيه، وفي حاجه كمان اسمها علم النفس الرياضي، يعني تعرفي سيكولوجيه العميل او سيكولوجيه الشخص اللي داخل عليك او المتدرب. ففي قصص كتير جدا جوه الموضوع، فما ينفعش ان احنا نختصرها في ان احنا نشوف فيديوهين من على اليوتيوب وندخل نمرن. فاول حاجه زي ما انا قلت ان المدربه لازم تكون شغاله على نفسها كويس. تاني حاجه الدراسه. في كمان في بعض الناس تلاقيها هي جسمها حلو واتمرنت شويه وبتاع، زي انا كده اول ما بدات. يعني انا اول ما بدات كان الوضع كده، لكن انا ما وقفتش عند الحته دي، ما قلتش خلاص ده انا بقى عندي قاعده ناس فانا تمام وبكسب من ورا الموضوع فخلاص على كده. لا، فضلت ادرس لحد النهارده، يعني لحد قريب جدا انا كنت في القاهره مسافره باخد كورسات. فلازم تفضلي اب تو ديت على طول. كمان المجال الرياضي ده علم كبير ومتطور وكل يوم بيحصل فيه جديد، فما ينفعش ان انا افضل على معلوماتي القديمه اللي هي بقى لها مثلا 10 سنين، لان في حاجات كتير قوي اتغيرت دلوقتي، تحديثات. يعني بالظبط طبعا. فانت لازم على اطلاع دايما طول الوقت، تقري ابحاث، تقري اوراق علميه، تجيبي. الدنيا بقت سهله دلوقتي، انت جوجل وترجمه وهتترجمي حتى لو انت مش عندك لغه. طيب في حد بقى يقول لي طب انا الكورسات غاليه عليا، والكورسات الانترناشونال دي يعني غاليه وسعرها عالي. انا مثلا افتكر انا اول كورس عملته ده كان في حوالي حدود 15000 جنيه، كانوا رقم وقتها. النهارده الكورس ده عشان بالدولار وفرق العمله فبقى الكورس ده معدي ال 45 او 50000 جنيه. فانا واحده مبتدئه هبدا اخد كورسات زي كده ازاي؟ في حاجات بقى بتبقى لوكال، يعني بتلاقي ورك شوب مثلا. يعني انا واحده من الناس عامله ورك شوب اسمها WFAD، ورك اوت فيتنس اند دانسينج انستراكتور. يعني مدرب لياقه بدنيه ودانس، رقص، يعني ايقاعي، رقص ايقاعي. كمان بديهم في التشريح جزء من التشريح. مش هديكي طبعا كل المعلومات اللي بتدرسيها طبعا في الانترناشونال، الكورسات الانترناشونال، بس بتاخدي فيه تشريح، بتاخدي فيه تغذيه اللي يوقفك على رجلك ان انت تبداي تحطي اول سلم. خبرتك يعني كلها حطها في الكورس ده. بالظبط، الكورسز اللي خدتيها كلها من خلال مع الخبره العمليه. بالظبط. في كمان مدربين غير كتير جدا، يعني في دكاتره كمان في كليه التربيه الرياضيه بيعملوا الورك شوب دي. في مدربين برضو معروفين، ومش في محافظه دمياط بس، بره كمان. يعني في المنصوره، في القاهره، بتلاقي دايما الكورسات دي موجوده وسعرها افوردبل شويه، يعني سعرها مثلا 4-5000 جنيه يعني ماكسيموم. طبعا غير الكورسات اللي هي اللي بره. فلما تلاقي نفسك ان انت تمام اخدتي حاجه زي كده، وقفتي على اول السلمه،
هنحطك على اول خطوتين 3 هتقدري تنزلي سوق العمل، فلما تشتغلي هتكسبي، فلما تكسبي تبداي تحوشي وتعملي لنفسك بقى ايه، تاخدي كورسات وتعملي لنفسك كارير في الموضوع ده. ناس شويه بتبقى باصه للناحيه الماديه، يعني اول ما بتبدا مجال الرياضه مفكره ان هو مربح ماديا، هو في بداياته ما هوش مربح ماديا خالص، ولكن بقى الا اذا انت وصلتي لمرحله معينه هيبقى مجال الرياضي مربح جدا جدا. الاستمراريه وان انت تكوني على علم اصلا وبتعملي نتائج. لما تعملي نتائج فالنتائج دي في حد ذاتها بتجيب لك اصلا عملاء، تجيب لك شغل. فانت انا شفت بنت خالتي ما شاء الله وخست معاكي جامد، ده انا جايه لك، ده انا بعد ما صاحبتي مش عارفه عملت ايه، فانا فبتلاقي وبعدين شويه بتلاقي نفسك ممكن تشتغلي بره كمان المنطقه اللي انت فيها، مش مجرد يقتصر شغلك على شغل الجيم بس او انت تبقي واقفه في صاله، لا. يعني انا حاليا بعمل برامج لناس بره مصر اصلا، في السعوديه اونلاين بالظبط، في السعوديه، وفي عندي في ليبيا ناس، وفي عندي من العراق ناس. انت بتعملي شغل مختلف، بتحققي نتائج متميزه. مش شرط يعني اكون هنا من دمياط، انا من اي محافظه او اي بلد. بالظبط، فما توقفيش نفسك. وانا دايما حتى البنات اللي بيجوا عندي الورك شوب اللي انا بعملها بقول لهم الكلمه دي، بقول لهم انت هتتعبي الاول شويه وهتدفعي شويه، مش هقول لك لا، هتدفعي شويه وهتدفعي فلوس كتير، بس لو انت بقى مصره ورا حلمك لا هتوصلي وهتجيبي كل اللي دفعتيه ده واضعاف اضعافه. فبس دي باختصار. فانت اشتغلي على نفسك، مرني نفسك، لازم لياقتك تكون كويسه عشان تعرفي تقفي وتمسكي صاله وتبقي قد المسؤوليه دي، لان الموضوع ماهوش سهل. ومش معنى ان جسمك حلو يبقى انت تعرفي تمرني اي حد. لو انت شغاله على نفسك كويس وبتتمرني انت كويس وجينيا انت جسمك حلو اصلا واتمرنتي لك سنه ولا 2، اللي نفع معاكي انت ممكن ما ينفعش يتطبق مع حد تاني، مظبوط، يعمل له اصابه مثلا. فلازم تكوني بقى فوق كل ده وده عندك علم.